السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ معاكم فيديو جديد مع تريو كودر بروجرامينج ويب سكول. والنهارده زي ما احنا قلنا لكم الفيديو اللي فات ان احنا لما اتعلمنا الباينري فاليوز وازاي تجيبها من النمبر وكده، قلنا لكم ان احنا هنحتاجها في البايت وايز اوبريتورز، وده قبل اخر نوع اوبريتور معانا. وبعد كده هننزل لكم فيديو لامم الاوبريتورز كلها في فيديو واحد، مش هيعدي الساعة تقريبا، يعني ممكن ما يعديش الساعة. تمام. بص يا معلم، ايه هي البايت وايز اوبريتور؟ البيت وايز اوبريتور بتتعامل مع الباينري سيستم. يعني ايه؟ هفهمك دلوقتي. هي بتتكون من 3 اوبريتورز، ان واور واكس اور. طب هتقول لي ايه الفرق بين الاند دي والاند دي؟ لا، الاند دي يا معلم، الاند دي طبعا هي بس الاند اللي انا عامل عليها زوم دي، الاند اللي انا عامل عليها زوم دي، الاند دي دي الاند دي بتبقى بتعمل حاجات اسرع في الباك جراوند. يعني ايه؟ يعني الاند دي بتنقل الداتا اسرع في الباك جراوند، عشان كده تلاقيني لما بنيجي نعمل كومبير بنعمل كومبير بالاند دي. اما الاند دي ليها علاقه اكتر بالباينري سيستم، وليها علاقه اكتر ب اسمه ايه ده، الكود في الباك جراوند اللي هو بتاع ايه، الباينري سيستم. زي ما احنا عارفين ان هو بيتحول لايه، ماشين كود، والماشين كود هي تعتبر الباينري سيستم يعني. تمام. تعالى بقى ايه، وعندنا الاور، وعندنا العلامه دي اسمها اكس اور، دي علامه جديده اول مره تشوفها على فكره. الاور هي نفس مفهوم الاند والدبل اند والاور والدبل اور. جميل. تعالى بقى نكتب كود ظريف كده هيفهمك ايه في الدنيا. بص يا معلم، اول حاجه هقول له هنا the main explaining. تمام عشان ايه نبقى مرتبين الدنيا كده والدنيا حلوه. بص يا زميلي، هنعمل 2 variables int a5 والباينري بتاعها 0101، وهنعمل int b3 والباينري بتاعها 0011. بص بقى يا معلم، هنكتب كود صغير كده ماشي، بس نعمل دبليكيت للكونسول دوت رايت لاين دي، صغر لكم الشاشه شويه بس عشان الدنيا كلها تبقى باينه. تمام. هنعوزها 3 مرات. بص يا معلم، استخدم السترينج انتربوليشن، قلنا نشرحها بالتفصيل في درس السترينجز. بص يا معلم، الايه هنا and b بيساوي ايه بقى؟ الايه and b اللي هو بيساوي، هنعرف دلوقتي بيساوي ايه. تمام. تعال بقى ناخد الكود ده كده اهو بس بدل دي هتبقى اور، وبدل دي هتبقى اكس اور، وبدل دي هتبقى ليه اهي، وبدل اند هتبقى برضو اكس اور. تمام كده نعمل رن ونشوف هيديلنا ايه. بص يا معلم اهو، اداني هنا 1، واداني في الاور، تعالى بس يبقى اداني في الاند 1، واداني في الاور 7، واداني في الاكس اور 6. تعالى بقى ايه نشرح. اداني في الاند 1، واداني في الاور 7، واداني في الاكس اور، واداني في الاكس اور كام؟ 6. تمام. احنا هنجيب ال1 وال7 وال6 دي احنا جبناهم منين؟ تعالى اقول لك. بص يا معلم، اول حاجه ان الباينري سيستم زي ما احنا عارفينه ان هو بيبقى 0 و1 0 و1.
حلو حلو. تعالى نبتدي بالاند اوبريتور. بص الاند اوبريتور احنا عندنا التو الباينري فاليوز عندنا بتاعت الايه بتاعت ال5 وال3 اهي 0 1 0 1 و 0 0 11. الاند كالتالي، الاند بتاخد ال1 على ال1 بتاخد 1. طب ال0 على ال1 ما بتاخدش حاجه، ال1 على ال0 ما بتاخدش حاجه، ما بتاخدش الفاليو بتاعت ال1 غير لما بتبقى على 1 زيها. تمام تمام. فهتلاقي الباينري فاليو بتاع الاند هنا 0 0 1 بيساوي 1. سيبك من ال1 ده خالص، اقول لك جه منين دلوقتي. تمام. وكذلك ال7 لا مش الكود كله، وكذلك ال6. تمام تمام. الاور بتتعامل كالتالي، اي 1 على حاجه، يعني لو في 1 في اي حاجه بتاخدها، يعني 1 على 1 هتاخدها، 0 على 1 هتاخدها، 1 على 0 هتاخدها، 0 على 0 مش هتاخدها، عادي 0 ما فيش اي حاجه. الاكس اور بقى عكس الاور. ليه؟ ما بياخدش اي حاجه متشابهه، ما بياخدش ال1 على 1 ما بياخدهوش، بياخد الزيرو على 1 بياخد ال1 على الزيرو بياخد ال1 الزيرو على الزيرو بياخد الزيرو. يعني الاكس اور شبه شويه شبه الاند بس بالعكس، انت فاهم؟ شبه اند بس عكس. يعني اكني مثلا جيت قلت لك ايه، الاكس اور اللي هي العلامه دي اسمها اكس اور is inverse relation with and. هو حرفيا عكس علامه الاند يا عمي. تمام تمام. طب يا معلم، احنا بعد ما طلعنا الريزلت بتاع الاند اللي هو 001 والريزلت بتاع الاور اللي هو 011 والريزلت بتاع الاكس اور اللي هو 011 0. بص بقى يا معلم، الكود اللي قدامك ده لو انت فاكر انا اديتهولك او علمتهولك في التحويل الباينري من ديسيمال ومن ديسيمال لباينري في الفيديو اللي قبل اللي فات. تمام تمام. احنا كتبناه الفيديو بس للاسف التصوير، فانت انقله. هو انا كده كده شرحه في الفيديو اللي قبل اللي فات، بس انا هقول لك الرقم جه منين. انت لو جيت خدت بالك هنفصصه بقى ايه حته حته. جزء الاند، بص يا معلم، جزء الاند هنا احنا الباينري سترينج عندنا ب 001 كتبنا الكود وكل حاجه. فلما تيجي تعمل رن، وكذلك في الاور وكذلك في الاكس اور، لما تيجي تعمل الرن بتاعك اهو، بس خليك كده عشان يبقى واضح. احنا تقريبا كنا عاملين رن اصلا اهو. يا عم اقفل الرن، مش محتاجينه خالص، مش مهم. تعالى نعمل رن تاني اهو. تعالى بقى ايه، نكبر لك كده ايه الدنيا ونظبط لك الدنيا عشان تبقى فاهم يا معلم. بص بقى يا معلم، يا ابن الكونسول يا ابني اهو. تمام تمام. لو جيت هنا لو شفت الباينري ديسيمال كونفرجن اند بارت، الديسيمال فاليو بقى ب1 زي ما اهو فوق اهو 1 اهو. والباينري ديسيمال كونفرجن بتاعت الاور بقت ب7 اهو. والاكس اور بقى ب6 برضو اهو ال6. انت عرفت الارقام دي جت منين؟ فهي العمليه عامله زي السترنج ايه كونكاتينيشن، كلها ليها علاقه ببعض، كلها متوصله ببعض، كلها في خيط مع بعض بس. وده كان تكمله الفيديو اللي فات، وعذرا طبعا على الخطا اللي حصل ده وبس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم تريو كودر بروجرامينج ويب سكول. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم.